السلام عليكم يا جماعة، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا جماعة في موضوع لاحظت انا الناس هالفترة، تعرف سوالف البدع اللي اشياء الناس ما ادري من وين جايبينها ومؤمنين فيها يعني بشكل يخرع. تطالع تقول لحظة، انت من وين لك هالسوالف؟ والله اهلي ولا ربعي ولا ماي وين، رحت تايلاند وعرفت هالسوالف هذه. فتي تشوف البدع اللي الناس قاعد يؤمنون فيها وانه من صدقهم. يعني يا ريت انه والله الابراج، عرفت في ناس يؤمنون بالابراج وما شنو، والله الابراج يعني شيء انا مهتم فيه. لا لا لا, لا. من صدقهم انت برج الثور يا ثور ويحللك وتشوف من صدقه مؤمن بهالسوالف. بالنسبه لي شيء غريب، وتشوفهم يعتمدون على هالاشياء انه شلون يمشون بحياتهم. اذا شربت قهوه اقرا قاعه ها انه عشان شنو يصير يعني. ما ادري. والمشكله شنو؟ انا اذكر ما ادري عاد اذا للحين يسوون هالشيء ولا لا، بس بالراديو الصبح اذكر يوم كنت بالثانويه ابوي يوديني الدوام ماكو. واحنا رايحين نسمع يقولون النشره مالت الابراج. لا والله مالت الابراج الثور وما شنو. ايه برج الثور اليوم حظك حلو. على كيف منو؟ ما ادري. برج التيس يعني عندك ايام افضل، لا تحاول تسوي شيء اليوم. برج الجدي ما اليوم راح تلقى حبيبك اللي بيظل معاك طول عمرك. ايه شنو هالمعلومات من وين قاعد تجيبونهم؟ ومن اعطاكم هالمعلومات؟ ما ادري. فانت تي تشوف الناس اللي يؤمنون بهالسوالف صح؟ تشوف البنات خصوصا، يا اخي البنات ايه وايد متاثرين. معقدين البنات، تحس كنا ماكو، كنا حياتهم فاضيه. فيبون اي شيء. تعرف هذه العين اللي يلبسونها؟ ولا يحطون عين بالانستغرام مالهم، ولا يحطون عين على سيارتهم. شنو العين هاي شو تسوي يعني؟ ان تحفظك يعني تحفظني من شنو؟ من الحسد. وهي العين عين منو؟ ما ادري. عين اودن هذه. شنو يعبدون منو؟ ما ادري والله. تشوف عين زرقاء عليها اخضر تقول شنو هذا؟ حاطينها بالانستغرام ويا رب احفظ الحين، يا رب احفظني. هذا شنو؟ يا رب احفظني، خلصنا منه. يعني هذا وهو بعد. هذا شنو؟ انه يا رب ومنو؟ عين منو؟ والله يعني هذه العين مالت منو وراح يحفظك من شنو؟ يعني والله يعني انتم مو سامعين بالشرك، شكو مستعين بشيء، عرفت؟ اذا انت ايمانك انه شلون انا متوكل على الله، كل شيء بيصير من الله، عرفت؟ الرزق من الله، الحسد، العين، كل هالاشياء اذا صارت فيني هذا اللي مكتوب لي، وهذا عرفت؟ العين هذا شنو بتسوي لك؟ ولا حاط لي ما يشيلوا معلق فوق فراشك عشان الكوابيس تتكنسل. شنو هذا؟ على كيفك انت ولا شنو؟ هنود الحمر. ما هنود الحمر؟ ايه الدريم كاتشر ما هنود الحمر هذه. شنو ردينا ايام الوثنيه؟ سوالف وثنيه هذه. بس انت تشوف ايش كثر موجوده بالمجتمع، خصوصا تيجي تشوف ان مجتمعنا على اساس انه هو مجتمع اسلامي صح؟ فمجتمع اسلامي المفروض انه ننظف هالسوالف من عند الناس العاديه هذول. وتعال تعمق شوي بالموضوع، الناس يروحون تشوف وحده تبي هذا يحبها قصب صح؟ فتروح تسوي له عمل وتقطه بحضنه شي توهق حياته كلها. فالحين شلون هذا اللي تبين تسوينه؟ انت يعني انت ما تدرين انه اذا استعنتي بشيء غير الله راح يصير كفر وشرك وهالحكي هذا؟ بس السؤال هني يعني يشتغل هذا شيء. يعني كل هالناس تسويه وصدق يصير ولا؟ يعني اللي حاط دريم كاتشر احلامه وناسه شنو يحلم؟ والله ما ادري. تعرف بسوي فيديو انا شنو تسوي؟ بحط الكاميرا علي وبنام اخوي وهذيل فوقي. بشوف شنو احلامي يعني، هل يعني الصج ولا عرفت؟ انا يعني احس بولشيت، لان الفكره نفسها ما تدش العقل. يعني الاحلام هذه اشياء مخك، مو شيء خارجي، ما راح يجيلك ما ادري شنو السبيريت مال الاحلام. ولا شنو عندهم؟ يمكن عندهم اله الاحلام هذيل، يمكن يوم اله الاحلام يحط كوابيس. لا مو كذي السالفه. مخك انت شنو شفت، شنو مر عليك،
هذه الاحلام. شو الاشياء اللي مهموم فيها، شو الاشياء، عرفت الضغوطات موت الدنيا، الاشياء اللي تونسك، الاشياء اللي صايرت لك، اكلك، كل هذه الاشياء تاثر على احلامك. فالدريم كاتشر هذا ايش بيسوي؟ بيسوي والله. يمكن احنا غلط، يمكن احنا شو اسمه بومرز، يمكن احنا ما وصلنا لهني. شايفه الميو واتساب فيلو كيدز، عرفتها؟ يمكن هذول احنا مو فاهمين. يمكن احنا اميين ماكو. بس يعني انا ايماني الاول بالله بكل شيء، صح، بكل شيء. يعني عرفت عندي انه ما يعني اذا انا خايف مثلا اقرا المعوذات، راح استغفر، راح عرفت سبحان الله ما سبحان الله، راح اسبح وراح عرفت راح اقرا لي كم ايه، راح اسوي. اذا كنت خايف، اذا كنت مثلا حسيت في نانوه بالغرفه ما شنو، ما اروح اشب بخور واقعد اطقطق واصفق 3 مرات وانادي ما ادري مين، ما راح اسوي شيء. عرفت؟ تخيل يطلع لنا يني الحين بنص الفيديو يا عمي يني مو صدق فجأة يني والله يبي له يني معانا بالفيديو 3 قاعدين معنا يني نقابله ماكو. الله جو اول مقابله مع يني بيوتيوب ماكو. بس ما ادري يا اخي البدع هذه ما ادري تشوف الناس تقول شنو اللي يخليك تؤمن بهالسؤال. في ناس يقول لك انا ما اؤمن بس يعني الكل يسوي فما يعني سامع انت كفار هذيل الوثنيين انهم قالوا ان احنا قاعد نسوي اللي ابائنا كانوا يسوونه، مو شرط ان احنا مؤمنين هالكثر ان هذا اللي نعرفه احنا. عرفت؟ انت سامع هذا الحكي بالقران يا جماعه، هذا الحكي مو مالي ولا مال، عرفت؟ هذا الحكي بالقران. كلنا احنا دارسين هالسوالف ونعرف هالسوالف، فانتوا ليش قاعد تسوون هالسوالف؟ بالنسبه لي غريب انه يعني انت ابسط شيء يعني يجيك اول رول صح؟ الله بروحه ولا تستعين بشيء ثاني، هذا اول رول. حاط لي على السياره عيون، فوق فراشك دريم كاتشر، كل ما يشرب قهوه يروح يقرا مستقبله ما ادري شنو، يبي وحده تحبه يروح يسحرها. ها شنو بعد انت ايش حق تصلي وتصوم وما شنو بعد، انت بس سديت كل شيء بهذين. شنو عندهم شيء بعد يدخلك الجنه يمكن؟ في حبيبي ما تعرف اللي يتفل يتفل على ريولك بعدين تطير ما شنو سيد ما ادري امام ما ادري ما شنو، فيها السوالف. تبي انا عندي يبيعون بيوت بالجنه، تروح حق واحد تشتري بشنو؟ تشتري بفلوس صدق؟ ايه ها شنو بيت بالجنه يعطيني؟ يعطيك بيت بالجنه يضمن لك، ولا جو قرض ارض وقرض يعطيني ويصير لي سكام وتنباك نص فلوسي ولا شنو؟ حتى بالجنه راح يفوق يا حبيبي راح يجيك مقاول مصري راح يشكك بالجنه. يعني اذا في يشتروا لي ابي جاهز، ما في حكومه ايش قاعد يصير والله يعني شلون فيها المبدأ بالجنة بعد ما ادري والله. وشلون في ناس تقتنع ان هالشيء صدق، في احد راح يشتري لك بيت؟ انا احس الناس اللي يصدقون هالسوالف الناس اللي مفلصه بحياتها، فيبي اي عذر، اي شيء زاني قاتل ذابح بايق مسوي كل هالاشياء واستوعب انا ايش سويت بحياتي. ويجيك هذا واقف لابس لي بشت وخواتم وطاير منو انت؟ عنده مال الثانوس يتمشى فيها احجار كريمه. واو منو هذا؟ تعال اعطني فلوس عندك بيت شنو وين قاعدين؟ هذا الكاثوليكيه ما منو عرفت؟ كونكستندور ما يسمون العصور الوسطى ما شنو الظالمه ما الظلمه ما شنو. شنو هذا؟ والله قصوا على الناس، خذوا فلوسهم، خذوا حسناتهم، خذوا كل شيء. والله ياخذ منك كل شيء، هذا يشكك شك. والناس قاعد تصدق. يا والله ما ادري شلون الناس ضعيفه هالكثر بمجتمع اسلامي. يعني هذول الحين انت بدال لا قاعد تقص على المسلمين، بما ان المسلمين بسرعه ينقص عليهم، روح برا قص على هذول الاضعاف والله تغسلهم، اللي يعبدون البقر يعبدون الشمس. يعني انت عندك هالكثر قوه على المسلمين، على هذول ايش راح تسوي فيهم لو تروح لهم؟ وليش في مسلمين كذي بسرعه ينقص عليهم؟ يعني ليش مو الشيء الاساسي ان انت بس الله هو اللي راح يسوي لك اي شيء
شيء. ايه والمشكله يعني الله قايل لك انه هو الغفور الرحيم، وهو اللي عرفت هو اللي راح يغفر لك، هو اللي راح لو اسوأ شيء مسويه الله اذا يغفر لك راح يغفر لك، عرفت كل هالحكي هذا. فكل هذا الحكي ما ريحك كلام هالكذاب هذا البواق الحرامي. معقوله هذا اللي بينقذك من اي شيء؟ مو الله اللي راح ينقذك؟ شلون؟ ولا خلينا نقول هذا نصاب وعرف يقص عليك. اوكي يمكن انت ضعيف، ايمانك ضعيف، يمكن انت فيك شيء مخك ناقص whatever. في ناس سالفه الديايه اللي تقص ديايه على تواير سيارتك. انت شلون ديايه بتحفظك؟ ديايه الحين اللي ذبحتها صح شو يسوون؟ الدم يصبونه على السيارة ولا همجي وثني. شنو هذا؟ شنو الدم؟ من متى احنا كمسلمين نلعب من متى احنا كمسلمين الدم عندنا شيء ينقذ ولا يسوي؟ عرفت؟ من متى الدم مبارك وطهور لازم تاخذ الدياية تقصها نص، تمصع رقبتها ودمها عليك، تكب عليك عشان تنحفظ. والضحية هذه حق منو؟ اودن. حق الراع ماكو، حق ثور. منو اللي راح ينقذك؟ مضحي حق منو؟ آمون. والله يعني بالدين كله ماكو شيء اسمه تضحي بدياية عشان البركة وترسم على وجهك بالدم وصدرك ما تسوي بالدم وتقعد شكل هذا عشان شنو؟ عشان منو تسوي كذي؟ والله ان هذه السوالف من وين جت؟ شلون يعني تدري من متى هالسوالف مخلصة؟ الديانات السماوية اللي على الأقل اللي احنا نعرفها صح؟ صار لهم فوق 2000 وما ايش كثر سنة، كل هالسوالف قبل من 2000 وما ايش كثر وللحين شلون شي؟ يعني انا الضحية الواحدة اللي اعرفها عيد الأضحى. عيد الأضحى خروف وتذبحه بطريقة معينة، لا تلعب فيه، لا تصب دمه لا تدوس عليه بالسيارة تصب دمه وتقحص عليه ما ايش تسوي. وهذا ما راح يبارك لك انك ما تدعم بيتك ما يحتوي. هذا ما راح يحفظك من شيء. والله يعني هذه الضحية الوحيدة كدين اسلامي اللي احنا نعرفه. يعني احنا ما عندنا شيء اسمه تضحي باشياء، سوالف وثنيين هذه. الازتكس هذول تعرفهم؟ عنده هرام يذبح ولده ينزل دمه بكل ليش؟ يعني عشان يتبارك. عشان شنو؟ عشان لا يغزونهم، لا يصير عليهم فيضانات. ما احنا ليش؟ هذول الاغبياء عندهم نفس المبدا، ضح بالديايه اعصر دمها على والله يعني واحد من العائله القبي، لا واحد من اهلنا يا جماعه فشلنا جاي البيت كان سياره جديده ريحتها الدم تقطر. قلت له ليش توارك حمراء؟ من عندي قلت شيء حادث بالطريق شو؟ قال لا والله الوالد. قلت لا الوالد ايش فيه؟ الوالد يا جماعه اهلي الحين انا قاعد اكلم الناس اهلي تكفى ايش السالفه؟ فإن في لهالمرحلة متخيلين في ناس يؤمنون بهالسوالف. منو معلمك هالسوالف؟ ومن أي ديانة جاية؟ إيه يعني أنا بحثت، أنا قلت الدين الإسلامي شنو قال عن الدياي والدم والضحايا؟ ولا شيء. بعدين it doesn't make sense. يعني خلينا نقول على أيام قبل 1400 سنة كانوا يذبحون دياي على ريل شنو؟ على ريل الحصان ولا الجمل. هو بيشوف دم قدامه ولكن بيعفس الدنيا. عرفت؟ لحظة شلون يعني هذه شيء جديد؟ والله ما أدري. فهذا البدع اللي الناس يؤمنون فيها يا أخي غريب. وبعدين تي على سوالف حمارة القايلة ولا طنطل ولا هالسوالف هذه تقول شنو انتم وثنيين ولا شنو؟ في كائن بس بالليل يطلع حق اليهال اللي مو زينين. واضحة هذه. وفي سانتا كلوس ينزل لما تكون زين. شنو هذا يا حبيبي؟ وفي يني ما يحب الا البنات السمر. شنو يني؟ هذا مو يني، هذا واحد صدق. انا عارفه هذا يا حبيبي. والله يا اخي الناس غريبه هي واعتقاداتها والبدع الغريبه هذه. في يقول لك واحد تروح له يقرا لك المستقبل والماضي والحاضر، قرايه الكف، قرايه الكف ويطالع عيونك وتبوسون بعض شوي، يطالع اذا هذيل جاسوا بعض انت عمرك ما يعدي 30.
ليه؟ راح تموت ماكو. إيه. اوه ايش في هذا؟ ويصيد لك اشياء اكرت عنك إيه. يصرعك. هذا انا شايفها مع البنات يسوونها. تروح حق واحد يقرا المستقبل ما ادري يتواصل مع الين ما ايش يسوي، عرفت؟ فالمهم يقول لها ايه انت متهاوشه مع امك صح؟ اغلب البنات اعمارهم 16 17 18 عندهم شويه مشاكل مع امهم. اي والله شو اسوي؟ لازم تدفعين لي فلوس. ابي يقول اشياء حق نفسه، عرفت؟ لازم تعطيني فلوس. ابي مخدتك. ايش تبي مخدة البنت يا الغبي؟ يعني هي شنو مستفيد؟ ما في ولا فايده، بس هو مستفيد. وقال شيء الكل عنده. انت جت لك فتره ما كان عندك فلوس صح؟ ما عندي تصدق؟ ايش درك؟ غبيه. انا سمعت، اسمع هالسالفه، انا سمعت واحده تفسر لي شلون هذول يطلعون هالمعلومات. قلت لها شلون انتم شلون قصوا عليكم هالناس؟ قالت شوف يا طويل العمر. قلت زين. قالت هذا يستعين بقرينك. قرينك يصعد للسما السابعه. قلت زين. ويطل بكتابك، مو كلنا عندنا الكتب اللي مكتوب فيها حياتك وهذا، فهذا يطل ويشوف شنو صار لك وشنو قاعد يصير لك وشنو راح يصير، وينزل يقوله حق هذا. قلت لها زين وبعدين هذا يقول. قلت لها ومن قال هالحكي؟ يا حظي. الحين هذا الكذاب هو اللي قايل لك انه كذي يصير عشان يجيب معلوماتك، وانت مصدقته وقاعد تقولين لي غبيه انت ولا شنو؟ يعني ما هو شيء ما تقوله حق احد. مفروض اذا انت تروح حق احد يقرا مستقبلك مفروض ما حد يدري. ما حد يدري. فاشله انك تبي تعرف مستقبلك والماضي والحاضر وبكيته ولمها وقزرها عليها. شنو هذا يا جماعه؟ بس اعطيني رقمك ادق عليك بالليل اقول لك ما تبين اقول لك عشان القرين مالك ويعني معلومات ولا الناس يؤمنون بهالسوالف. يعني على اذا انت عندك هالكثر ايمان المفروض تحطه حق الله. يعني الايمان اذا انت يعني هو يبي يعطي ايمانه حق شيء عطى حق الله. عطى حق المجنون هذا ليش؟ يعني في اشياء بالقرآن عجيبة وغريبة، أؤمن بهالسوالف. والله العظيم مشكلة والله مشكلة. وما تخلص، كل شوي يهبون بهبة جديدة من هالسوالف الوثنية، عرفت؟ والله العظيم ما تخلص كلها من البنات. مشكلة والله. والبنات هذيل، في بنات يغسلون مخ الريايل، البنات الضعاف هذيل اللي يؤمنون بهالسوالف. مشكلة يوك حلوين. حلو، فأنت تسمعهم لأنهم حلوين. شوي تقتنع. مو مقتنع انت، بس مخك قاعد تشوف شيء حلو. اي والله غبي. وبعدين يقول لي اعطونا رايكم يا جماعه، سمعونا بعد بدع شنو اهلكم كانوا يسوون قبل، شنو انتم تسوون. يعني الناس للحين ترى صح مو مضبوطه، شنو تعرفون الناس يسوون. المهم اعطونا امثله عن البدع والخرابيط هذه مالت الوثنيين. ماكو؟ اذا عجبك المقطع حط لنا لايك شير وسبسكرايب. نشوفكم المقطع الجاي. Making the soldiers salute. Big dog when I'm whipping the coop. Taking y'all niggas in twos. Lift off with the bag of the flus. She want the sauce, I give her the juice. Dip up.